طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الأريترية، معكم فيها شهاب رأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. اجتماع لبحث تنمية البساتين في إقليم القاش بركة. بدء تطبيق لوائح إيجار البيوت في مندفرة. ورشة عمل للمرأة لمكافحة التمييز. تفجير انتحاري في مقدشو. الأمم المتحدة تلقي باللوم على دمشق لفشل مفاوضات جنيف. والاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقا سعى إليه منذ 70 عاما. مرحبا بكم. عقدت اللجنة العليا للتصدي والتنمية في الإقليم الغربي اجتماعا في مدينة بارونتو في 12 من ديسمبر لبحث الأسلوب الخاطئ لتنمية البساتين على ضفاف الأودية الكبيرة والصغيرة وأماكن أخرى سواء بشكل فردي أو عبر الجمعيات. وهدف الاجتماع إلى ضمان تسيير تنمية البساتين باتباع مراسيم ولوائح وزارة الأراضي والمياه والبيئة ورفع الإنتاجية. وأوضح خبراء الزراعة والأراضي في التقرير الذي قدموه عن وجود أودية كبيرة مثل القاش بركة وسوا في الإقليم إلى جانب امتلاكه أراضٍ خصبة شاسعة، ويمكن إذا تم تنميتها جيدا حصاد إنتاج يوفي المتطلبات المحلية والتوجه نحو التصدير. وأشار الخبراء إلى قيام أكثر من 1300 مزارع بتنمية مساحة حوالي 5000 هكتار بموجب الفرص التي أتاحتها الحكومة للمواطنين للتنمية وإنتاج محاصيل تفيدهم وتفيد الوطن، لكن أغلب المزارعين يتركون الأراضي دون زراعة في انتهاك للقوانين واللوائح. وذكر بأن الانتهاكات المستمرة للقانون تتمثل في تنمية الأراضي دون تصريح قانوني وتأجير وبيع الأراضي الزراعية الممنوحة للشخص لتنميتها وعدم زراعة الأراضي الممنوحة لتنميتها والاستحواذ دون تصريح على مساحة أكبر من الأراضي المحددة وعدم دفع المستحقات وغيرها، حيث استمرت لسنوات بتجاهل المعلومات والتوجيهات المقدمة من الجهات المختصة. وطلب الاجتماع لاتخاذ الخطوات العملية التصحيحية العاجلة لانتهاكات القانون المستفحلة في أسلوب تسيير تنمية البساتين. وقررت لجنة التصدي والتنمية للإقليم الغربي اتخاذ خطوات عاجلة لرفع الإنتاج الزراعي وضمان تحقيق مصلحة الشعب والوطن بالفهم العميق لطريقة تسيير البساتين على لوائح حق الاستفادة من الزراعة المطرية ووضعا في الاعتبار لآراء الشعب. وتم الإشارة في المناسبة إلى أن القرار يشجع المزارعين النموذجيين المجتهدين الممتثلين للقانون ويصحح هدر الأراضي والبيئة خارج إطار القانون. بدأت في مديرية مندفرة عملية ملء البيانات لتطبيق لوائح إيجار البيوت الجديدة التي أصدرتها وزارة الحكومات المحلية. وأوضحت مسؤولة مكتب إيجارات البيوت في المديرية السيدة لملم يوسف عن البدء بالعمل بلوائح إيجارات البيوت الجديدة حسب الأسعار المحددة على مناطق الإيجارات داعية لتعزيز تعاون السكان. وأشارت إلى تقديم التوضيح والمعلومات الوافية مسبقا لإنجاح عملية ملء بيانات المؤجر والمستأجر بالسرعة المطلوبة، مشيدة بإيفاء المواطنين بالإجراءات اللازمة مسبقا والذي ساعدهم في عملهم. وقالت السيدة لملم يوسف إن العمل الأصعب سيكون في المراقبة والمتابعة بعد إكمال البيانات وتحديد سعر الإيجار، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤجر والمستأجر الذين يقومون باتفاقات خارج إطار اللوائح الصادرة. عقد الاتحاد الوطني للمرأة ورشة عمل في 13 من ديسمبر بمكتبه المركزي بالتعاون مع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة للتعريف بالمعاهدة الدولية لمكافحة التمييز. حضر الورشة المنظمة كختام لورشة العمل التي نظمت في الأقاليم بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة التمييز الجنسي، حضرها وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تصفاي قبر سلاسي، ووزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآب، وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والدبلوماسيين ومسؤولي وكالة الأمم المتحدة. وأوضحت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تقى تسفا ميكائيل في الكلمة التي ألقتها أن الاتحاد يعمل لمكافحة التمييز ضد المرأة وضمان
حقوقها، مشيرة إلى النجاحات التي تحققت ضد الختان وزواج القاصرات والاغتصاب. وذكرت مندوبة مكتب الأمم المتحدة وممثلة برنامج التنمية في إريتريا السيدة سوزان نوغوغي أن امرأة من كل 3 امرأة تتعرض للاغتصاب الجسدي والجنسي في العالم، وزواج 750 مليون فتاة قاصر، وتعرض أكثر من 250 مليون للختان، مما يوضح هذا العدد التحديات التي تواجه النضال لمكافحة التمييز. وشددت على أهمية النضال الواعي والمنسق لاتحادات المرأة وتعهداتها السياسية. وأشاد المشرفة على الورشة المستشارة في مكتب الأمم المتحدة الآنسة ماريانا غوميز بجهود إريتريا لمكافحة التمييز وضمان تنفيذ المعاهدة الدولية. أعرب سكان تسني عن ارتياحهم لخدمات المياه الجيدة التي يتلقونها، مؤكدين الاستعداد للإيفاء بكل المتطلبات لضمان استمرارية المشروع المنفذ عام 2011. وأشار السكان إلى معاناتهم سابقا من نقص المياه والتي حلت تماما حاليا، مؤكدين بأنهم يعملون لدوام استمرارية المشروع. وأوضح مسؤول خدمات المياه في مديرية السني السيد عثمان حسن أن أكثر من 3200 أسرة ومؤسسة تحصل على المياه في إطار الجهود الجارية لإيصال المياه لكل منزل. وقال إن المكتب خفض تعرفة المياه بدءا من الأول من ديسمبر هذا العام، حيث خفض سعر المتر المكعب من المياه من 20 نقفة إلى 11 نقفة للمنازل، ومن 25 نقفة إلى 14 نقفة للمؤسسات، وفي نقاط التوزيع من 6 نقفات إلى 4 نقفات للبرميل. نظمت في مدينة حقات انتخابات مدراء الضواحي في 11 من ديسمبر. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلى هيمانوت موسائيل أن الانتخابات جرت لتبديل المدراء الذين انتهت فترة عملهم، مشيدا بالمشاركة الشعبية. وقدم في المناسبة تقرير عمل للمدراء المنتهية ولاياتهم للسنتين الماضيتين. ودعت مدير مديرية حقات السيدة آمنة حاج عثمان دعت المدراء منتخبات الضواحي الشهر على الصعيد العالمي. أسفر تفجير انتحاري عن مقتل 18 من ضباط الشرطة الصومالية خلال عرض بإحدى كليات الشرطة في العاصمة مقديشو. وأفادت التقارير بأن 20 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا خلال الهجوم. وفجر المهاجم الانتحاري الذي تنكر في زي رجال الشرطة فجر نفسه في أكاديمية الجنرال كاهي للشرطة في مقديشو. وقال شاهد عيان إن الضباط كانوا مجتمعين في عادة ما تشن هجمات في مقديشو ومدن أخرى. ألقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا باللوم على دمشق بضاعة فرصة ذهبية في مباحثات جنيف الأخيرة حول سوريا. وقال دي مستورا إنه لم تجري مفاوضات حقيقية، مضيفا أن وفد الحكومة السورية لم يرقب حقيقة في الحوار. وتأتي تصريحات دي مستورا بعد نهاية الجولة الثامنة لمباحثات جنيف غير المباشرة حول سوريا بين وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة السورية. وكانت الجولات السابقة بين الجانبين لم تتوصل إلى أي نتيجة تذكر، كما أن الجانبين لم يلتقيا وجها لوجه. وطالب بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف طالب وفد المعارضة السورية بالتخلي عن شرط تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة في بداية مرحلة انتقالية سياسية في سوريا. وتأمل موسكو بتنظيم مؤتمر حوار وطني سوري في سوتشي لحل الصراع في سوريا. حققت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنجازا سعت إليه منذ 70 عاما بدمج دفاعاتها، وذلك بإبرام اتفاقات بين الحكومات يسمح بالتمويل والتطوير والنشر المشترك للقوات المسلحة.
ويهدف الاتفاق للقضاء على تبديد مليارات اليورو بسبب اختلاف السياسات الدفاعية بين دول التكتل، كما يهدف إلى التقليل من اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في هذا المجال. وعرض البرلمان الفرنسي الخطوة في خمسينيات القرن الماضي، وحظى البرلمان البريطاني حذوه خشية تشكيل جيش أوروبي، مما عرقل تحقيق هذا الطموح لعقود. ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخطوة بأنها أخبار سيئة لأعدائنا، وعلى خلاف محاولات سابقة من الاتحاد الأوروبي لتحقيق تكامل دفاعي، حظى الاتفاق بدعم من حلف شمال الأطلسي. وفي النوع الأخير، افتتح مستشفى جديد في إمارة دبي مخصص لعلاج الإبل ومجهز بقاعات للجراحة وأحدث المعدات الطبية. وقال مدير المستشفى محمد البلوشي إن من أهداف مستشفى دبي للإبل الذي تكلف إنشاؤه 10.9 مليون دولار، ويعد الأول من نوعه في العالم، هدف الحفاظ على هذا التراث، مضيفا أن رعاية الإبل يجب أن لا تقتصر على تربيتها، بل يجب أن تشمل أيضا القدرة على علاجها. ويعمل في المستشفى فريق دولي من الأطباء البيطريين، ويمكن للمستشفى تقديم العلاج إلى 20 جملا، وهو مجهز أيضا بمدبار سباق مسقر لكي تركض فيه جمال لإعادة تأهيلها بعد تلقي العلاج. والمعدات الطبية في المستشفى معدة خصيصا لتلائم الجمال، ويتكلف إجراء عملية جراحية للجمل $1000 على الأقل، بينما يتكلف إجراء أشعة سينية أو مسحا بالموجات فوق الصوتية $110 على الأقل. وتمثل الإبل جزءا مهما من التراث في الدول الخليجية. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.